اوريكم بقى الفسيخ بعد ما نضفته. ها، شايفين المنظر، شايفين الجمال، شوفوا النظافه والحلاوه جنب البصل الاخضر بقى والطماطم والليمون والفلفل. ايه رايكم بقى؟ ها، فسيختين اهو عملتهم انا عشان اجرب الاول اهو. بصوا الجمال، بصوا البطروخ بتاعهم محطوط ازاي. تجيبي انتي بقى السمك من عند الراجل وتعملين، مش هيتكلف زي الفسيخ ده، وكفايه بقى النظافه. بتاكلي الفسيخ انتي عاملاه بايدك. شوفوا بقى ايه الحلاوه بقى دي. ايه رايكم؟ انفع؟ انفع الفسيخ؟ لا وكمان بقى ولا تلاقيه حادق ولا يعطش ولا حاجه ابدا، زي فسيخ الراجل بتاكلي منه كده مهما تاكلي، ولا تحسي بقى ان انتي عطشانه وعايزه ميه كل شويه ولا حاجه ابدا. وما فيهوش ريحه، ما فيش ريحه خالص، وانا بعمله حتى حطاه في المطبخ ما فيش ريحه خالص، عشان جايبه لي ايه بقى؟ سمك طازه. تجيب السمك طازه كده من عند الراجل وتقولي له انا عايزه اعمله فسيخ، خليه يجيبهولك لسه نازل لسه جاي من طازه كده، ما يكونش بايت عنده. لو بايت هيبقى وحش وهيبقى ريحته وحشه وكل حاجه فيه. والطريقه بقى زي ما قلت لك بقى، تجيبي الملح زي كيس ملح صغير كده، او كيس الا ربع كده، مش كل الكيس يعني، ما تاخديش الكيس كله، عشان لو كنت عايزاه عادب مش عايزاه حادق. حطي على الملح ده زي معلقتين شطه كده، وحبه كركم، معلقه كركم كبيره، وواحدتين فلفل اسود، حب حصى عشان تحطيهم في الراس. الفلفل الاسود الحصى ده تحطيهم في الراس من بعد ما تحشي الراس كده في ملح وفلفل وشطه. تحشيه بقى برضه، وتحطي بقى الواحدتين في الفلفل ده في كل راس كده، تحطي واحدتين بس، وتغرقي بقى الجسم من بره ومن جوه. تحطي الملح اللي فايض ده كله وتحطيه جوه الكيس. تجيبي كيس تلاجة نضيف وروحي حطاه فيه وحطهم فيه، واقفلي على الكيس ده جامد. اربطي الكيس او اقفليه بالاستك اللي بيتحط فيه ده، وحطيه في كيس تلاجة تاني، كيس تلاجة تاني. وبعدين هتجيبي بقى اكياس من عندك المستخدمة، حطيهم بقى فيها كيس جوا كيس جوا كيس. انا وريتك الكياس الاول كام كيس، 3 كيس ولا 4 كياس الاول، غير كياس التلاجة اللي انت حطاهم فيها. وتروحي لفاه بقى بالشيكرتون او باللزق ده او بالرباط، تربطيه زي ما بتربطي من ربطه كده العرق الفليتو، وتجبسيه خالص من ورا ومن قدامه كده بس. وحطيه في صينيه وحطيه بقى في درج البوتاجاز اللي هو مش مستخدم. اوعي تولع عليه النار ولا حاجه، لا، حطيه في درج البوتاجاز في الصينيه دي. عبال ما تيجي كل يوم كده وكل يوم والتاني كده تقلبيه على الناحيه التانيه، تقلبيه على التالته، تقلبيه على جنبه، تقلبيه على بطنه. بس هو كده خلاص طريقته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالهنا والشفا، وجمعه طيبه عليكم ان شاء الله.